واعيش وانجح وبعدي الصدمات علشان حب وايام حلوه وتفاصيل. من كان هيشيلني يوم العود يدبل ويميل، من حسنه يجيب حسنك يا جميل، او هيحبني حتى وانا شطان. والله انا كسبان بوجودك وبدونك، لو كسبان خسران. ام الاحلام، ام الايام، ام الفرحه اللي بدون اسباب والحب اللي ما يخلصش الام، واحده الموجوده الدنيا تمام والعالم دافي وهادي بجد. امي يعني الحاجه الحلوه اللي ما ينفعش اقارنها بحد، مطرح ما تكون يكون البيت، مطرح صوتها طيبه وبركه، دم اللي في دمها وملامحي وصفاتنا الحلوه المشتركه. انا عارف ان انا مش صالح ومكركب وغريب الاطوار، بس انا والله بحبك حب انا عمري في يوم ما اديته لحد. تجيه كل الدنيا دهية تطلع في وشك اخر اليوم وانا عارف انك مرتاحه وبخير، فبروح في النوم. فعلا آخر يومي لما بطل وأشوفك كويسة وبخير، بالي بيطمن وبنام مرتاحة. حتى لو اليوم كله تعب ومجهود عليا، فكل ده بيعدي وبيهون طالما انتي بخير. ربنا يخليكي ليا ويشفيكي ويديكي الصحة. طبعا بقى عايزة لايكات في الفيديو ده كتيرة جدا. فيديو بقى من اللي انا قايله لكم عليه، فيديوهات ضرب نار، فيديوهات حماسية، روتين حماسي جدا. بس قبل ما نشوف الفيديو اسلم عليكم طبعا. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير، واهلا بكم معايا في قناتي، قناة شيماء شانل. يا رب تكونوا جميعا بخير. طبعا لو انت ما اشتركتش في القناة بتاعتي، انزل حالا تحت الفيديو اشترك على طول واعمل لايك للفيديو. ولا اقولك، لو انت مش حابب تعمل لايك دلوقتي، استنى واعمل لايك اخر الفيديو، وان شاء الله فيديوهاتي تنول اعجابكم جميعا. ونبدأ بقى يومنا بسم الله. اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نبتدي بقى يومنا. زي ما انتوا شايفين السيراميك زي الزفت، بقاله فترة ما اتغسلش خالص. طبعا انا استلمت شقة، الشقة دي لمين؟ هنعرف كل حاجة في الفيديوهات اللي جاية دي معايا. الشقة واحدة واحدة هتتغير ان شاء الله. طبعا شايفين الشفاط، شايفين السيراميك، والورق اللي ملزوق على السيراميك ده اسوأ اختراع. يعني اوعوا حد يلزق الورق مباشرة على السيراميك. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا غسلت السيراميك، وبعد ما غسلت السيراميك كده ونضفته وخليته زي الفل، طبعا هوريهولكوا طبعا في الفيديو اللي بعد ده. خرجت بقى اشتغلت شغلانة تانية خالص. عملت ايه يا ام مالك؟ انا لازم ابدع كده، ابقى مبدعة ومتألقة. غيرت وظيفتي واشتغلت بقى نقاشة. والله يعني بص، كل واحد بيتعب في وظيفته، فتحية مني للنقاشين كلهم. المتعب في النقاشة يا ولاد ايه؟ السقف ده متعب جدا. انا ما كنتش هبيضه او هدهنه، انا كنت هدهن الجزء اللي هو لونه بينك ده، لان ما كانش عاجبني خالص. وما كانش نظيف. قلت لا، ابدا ما هقعد اغسله بالصابون وبالحاجات دي كلها، لا هدي وش نظافة. فما لقيت السقف مصفر شوية، قلت والله لا، هبتدي بالسقف بقى. يعني اديت فرشة كده وفرشة كده للسقف. والجزء اللي لونه فضي اللي هو المحجر ده انا مش هدهنه خالص، والعواميد كمان مش هدهنها. همسك الفاضي ده اغسله، وان شاء الله يعني هيفرق كتير في اللون، ان شاء الله هيبقى حلو. خلصنا كده دهان الشقة. بصوا بقى، كان العفش وصل. عفش مين يا ام مالك؟ طبعا ست الحبايب. كانت تسكن جنبي معايا في نفس البيت يا ولادي. يعني مش عايزة اقول لكم يا فرحة قلبي. هتصبح بدعواتها الحلوة وتمسى بدعواتها الحلوة، مفيش احسن من كده. طبعا بصوا كل ده ارهاق. سيبكوا بقى من رص العفش والحاجات دي كلها. بس اللي كان صعب عليا بجد المطبخ، كان فظيع شنيع منيع. وانا دلوقتي بوريكوا بقى كل حاجة، كل تفاصيل الشقة. بصوا الدنيا مدربكة ازاي. فده بصوا مش الترويقة الأولانية، لا دي الترويقة التالتة الرابعة. يعني كل شوية أغسل سيراميك وامسح. ودي يعني مثلا هاجي بعدها بيومين أو 3 أيام، برضه هعمل كل اللي أنا عملته ده تاني. أجيب شنيور أخرم مكان الستاير، حاجات كتيرة قوي. أما بالنسبة للكوريدور، أنا هدهنه هو والأبواب، بس مش دلوقتي خالص. الدنيا بس تستقر، لأن دلوقتي المدارس هتبتدي، وطبعا دروس مالك رايحة جاية. بصراحة بودي الدروس، وانا كمان مرهقة الفترة دي، تعبانة جدا. وطبعا مع غسيل السيراميك، صوابعي مش عايزة اقول لكم ان هي يعني حاسة ان هو الجلد متشال وعلى اخر طبقة. ونصيحة مني، يعني احسن حاجة للدهون سيترس.
وبعدين لما تيجي تدعكي بقى بالسلك والحاجات دي استخدمي جوانتي سيليكون. انا يا جماعه ايديا باظت بصراحه لان انا ما كنتش بستخدم جوانتي سيليكون، وكنت على طول شغاله بايديا مع السلكه الخشنه، فعملت لي بصراحه خلت صوابعي اللي قدام كلها ملتهبه يعني، منفخه كده وزي الفل، حاجه جميله قوي يا ولاد والله. فان شاء الله باذن الله هدهن بقى الشبابيك والابواب والحاجات دي، وان شاء الله ربنا يجيب الخير باذن الله. زي ما انتوا شايفين بقى هبتدي دي يعني الانتريه ده كله هدعكه بعدين، وهلبسه الكسوة بتاعته، وهنفرش الارض ان شاء الله الفيديو جاي. بس دلوقتي بقى ايه، يا دوبك دي الحاجات اللي انا عملتها في الاول. طبعا وانا بشتغل بقى انا ما كنتش فطرت وما كنتش شربت القهوة بتاعتي، فقلت خلاص هعمل واحد كده قهوة تركي اشربه واخد معاه بسكوتية، ويعني حاجة كده بسيطة وسريعة في نفس الوقت أفوق، لأني كنت بصوا الفترة دي مرهقة جدا والله وتعبانة. الفيديوهات دي بقالها أسبوعين عندي ومفروض إن أنا يعني أنزلها، بس مش عايزة أقولكوا والله يعني يا دوبك خلصت شقة ماما. طلعت شقتي لقيتها بصراحة عايمة عايمة يا ولاد، كان في بسين، والله نسيت أصور لكم البسين اللي أنا عاملاه في الشقة عندي. يعني والله لسه فرشة السجاد نضيف. بالعكس انا لميته تاني ولميت كل حاجة وجمعتها وغسلتها من اول وجديد. تعالوا بقى نشوف مشتريات البيت الجديد من سوق التلات. جبت التلات شماعات دول كانوا عاملين 45، طبعا زي الفلحوصة في الاول فاكراهم ارخص من كده. كنت جايبة الواحدة ب10 جنيه، فاتصدمت إن لقيتها ب15، فزي الهوهو رحت جبتها بس مش بنفس الراجل عشان كرمتي. وجبت كمان فرشة التواليت دي، كانت مش فاكرة عاملة 15 أو 20 حاجة زي كده، معلقة سيليكون. وجبت كمان اللي هي الدبابيس أو اسمها اللي هي بيتعلق بيها الستاير، والله مش فاكرة اسمها ايه. جبت 2 باسكت شكلهم حلو قوي، كانوا عاملين 40 جنيه. فرشة مقشة، المقشة دي كانت عاملة 40 جنيه التوتال بتاعها. الكوبايات دول كانوا عاملين الستة 35 جنيه، كنت جايبة شكلين، الشكلين كانوا حلوين قوي. مجات جايبة الصغيرين للشاي والكبار شوية للشاي بلبن. جبنا ايه تاني يا ولاد، جبنا ايه يا ولاد، جبت ايه يا ام مالك، قولنا يا ام مالك. طبعا لو لسه بتشوفوني انزلوا اعملوا لايك للفيديو. شايفين اطباق الرز دي حلوه قوي قوي قوي، جميله. الطبقين كده محندقين، الطبقين عاملين 20 جنيه. وكمان جبت مشابك ال15 واحد عاملين 10 جنيه. ايه الفرق ما بين اتنين؟ بيبقى خشب ابيض وخشب احمر. بصوا المجهات دي اللي بقولكوا عليها دي الساده حلوه قوي، واخده بومبيه كده من تحت حلوه قوي. وجبت المجات اللي هي بتاعه الشاي، والشاي العادي، الشاي اللي احنا بنشربه مجهات صغيره، ومجهات للشاي بلبن. ودي منظم المعالق والشوك السكاكين، كان عامل 25 يا 20، مش متذكرة بصراحة لأن بقولكوا الفيديو بقاله أسبوعين. في ناس كانت حطاها ب35، طبعا اتمشيت لحد ما جبتها ب25. هنا بقى جبت صفاية المعالق دي كانت عاملة 210، فصلت فيها لحد ما خدتها ب170 جنيه. كانت آخر حاجة معانا. لأ في كتالة. يلا بقى حالا اشتركوا واعملوا لايك، ومستنياكم في فيديو جديد. سلام.